ونحضروا مسمن ملوي معمر بحشوه بسيطه لكن لذيذه بزاف. غادي نحتاج بصله كبيره مقطعه حطيتها تشحر مع الزيت. من بعد ما هبطات غادي نضيف ليها فلفله حمراء وخضراء اللي شويتهم من قبل والقزبر والمعدنوس. التوابل غنحتاج غير الملح والتحميره والابزار. نخلي هاد الحشوه ديالي طيب حتى تشحر مزيان وندوز باش نوجد العجين. فخديت زلافه فينو وجوج فرص، راس معلقه صغيره ملح، معلقه كبيره سكر سنيده، وعجنتها مزيان عجينه عاديه ديال المسمن. شكلتهم كرات وخديت زلافه وضعت فيها الزيت ومعلقه كبيره ديال التحميره. فما كنحتاجوش الزبده في هذا الملوي المعمر. غادي نبدا نسرح المسمنه ديالي عادي ونشكلها كيف ما كنشكلوا المسمن مربع. كنرش به داك الزيت اللي فيه التحميره ونطويها على شكل مسمنه مربعه. غادي ناخذ الكره الثانيه ونطلقها ونحط فيها هذيك المسمنه اللي كنت عمرت في الاول، اللي كنت طلقتها عفوا في الاول شكلتها مربع. فغادي ندير هكا وحده في وحده ونستمر حتى نكملهم كاملين. غادي نبدا بالاولى اللي كنت شكلت ونحط فيها الحشو الوسط ونجمع الاطراف ديالها على هذا الشكل. غنشكلها على شكل ملويه دائريه وندوز باش نبدا نطيبهم. من بعد ما كملتهم فكنطلق الملويه ديالي ونطيبها في المقله. كيف كتشوفوا فالملوي كيجي ناجح وكيتنفخ ومورق، والاهم ان الحشوه بسيطه وبنينه بزاف.